ان الشخص اللي مات شرب كوبايه عصير واحده، انما صاحبه اللي ما ماتش شرب كوبايتين، وان الاتنين شربوا من نفس الازازه، والاتنين طلع عندهم سم في تحليل عينه العصير. بس الفرق الوحيد اللي حصل بين الاتنين هو ان واحد شرب العصير بسرعه والتاني شربه ببطء. وهنا قعد يفكر لحد ما قال لهم ان جريمه القتل دي كلها لغزها كان في الوقت، وراح عامل تجربه قدامهم وجاب كوبايتين وحط فيهم عصير وحط في العصير تلج، وجاب فارين، فار شربوا العصير بسرعه والفار التاني شربوا العصير بعد ما التلج ساح. وهنا الفار اللي شرب العصير بسرعه فضل عايش، اما الفار اللي شرب العصير بعد ما التلج ساح مات. وقال لهم السر كمان ما كانش في العصير، السر كان في التلج. اللي شرب العصير بسرعه ما كانش التلج لحق ساح، وبالتالي ما كانش السم لحق نزل منه، اما اللي شرب العصير ببطء كان التلج ساح والسم نزل منه وقتله. عشان كده لقينا الكوبايتين فيهم سم، بس واحد مات والتاني ما ماتش.